بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم الأمين. ثم جاء جواب القسم: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فيخبر تبارك اسمه وجل ثناؤه أن خلق الإنسان كان مختلفا عن خلق غيره، فالله جل وعلا جعل الدواب منكبة على وجوهها لا ترفع قامتها، وجعل الإنسان يمشي على رجليه ويأكل بيديه منتصب القامة. جعل ربنا الإنسان يمشي على رجليه ويطعم ويأكل بيديه منتصب القامة، وأعطاه الفهم أي العقل، وأعطاه النطق، وكل هذا مندرج في قول الله جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. حتى قال بعض الفقهاء: لو أن رجلا قال لزوجته: أنت طالق إن لم تكوني مثل القمر. لو أن رجلا قال لزوجته: أنت طالق إن لم تكوني مثل القمر، قالوا: لا تطلق، لأن الله جل وعلا قال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لأن الله جل وعلا قال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وهذا استنباط حسن واستدلال جيد، لأن القرآن ينبغي أن يكون حاكما في استدلالاتنا، مهيمنا على آرائنا، منه نقتبس وعلى هديه نسير. قال الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وهذا مطلق، أي أقوم في كل شيء، لأنه كلام رب العالمين تكلم به جل وعلا حقيقة على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته. قال ربنا: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ومما ينقل في هذا ما ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول، أن آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض لم يكن على الأرض، إن صح الخبر، لم يكن على الأرض إلا النسر والحوت. لم يكن على الأرض إلا النسر والحوت. فكان النسر إذا أمسى وجاء الليل يأتي إلى الحوت يبيت عنده فيتحادثان. فلما أهبط آدم رآه النسر، فقال النسر للحوت: لقد نزل الليلة إلى الأرض شيء مهول، من يمشي على رجليه ويأكل بيديه وينتصب والقامة عنده منتصبة، أي حاله غير حالي وحالك. فقالوا إن الحوت قال للنسر: إن كان حقا ما تقول فليس لنا في الأرض مقام وليس لنا فيها رزق، أي أن هذا سينافسنا في رزقنا ولا يبقى لنا مقام ولا مكان. وأنت ترى كيف أن الله جل وعلا سخر كل شيء لبني آدم، وأنت ترى كيف أن الله جل وعلا سخر كل شيء لبني آدم، كما قال ربنا جل وعلا في كتابه. وهذا كله يمكن إدراجه في قول الله جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وكون الله جل وعلا قد خلق الإنسان في أحسن تقويم ورزقه العافية وأتاه ما أتى، إنما خلق العبد كذلك ليعبد ربه. قال ربنا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. وقال ربنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما خلق الله خلقه إلا لأمر عظيم، وهو أن يوحدوه ويعبدوه ويرجوه ويخافوه ويحبوه، تبارك اسمه وجل ثناؤه.